هقول لك على طريقه تدمر بيها قناتك في 30 ثانيه بس. اول حاجه امسك موبايلك، افتح الكاميرا، صور فيديو 30 ثانيه، خد الفيديو وابدا منتجه، ارفعه كفيديو شورت، يبدا يجي لك مشاهدات كتير، لايكات كتير، اشتراكات كتير. مبروك، قناتك باظت. قبل ما تعاركني بس عاوزك تفهم حاجه، انا كلامي هنا موجه للقنوات اللي لسه بتبدا، القنوات الغير مستقره، ودي عاده القنوات اللي بتبقى تحت ال 20,000 مشترك. هقول لك ليه بقى ده ممكن يبوظ قناتك. مبدئيا كده انت لو عامل قناه جديده، لما تيجي تنزل فيديوهات طويله تلاقي المشاهدات بتيجي بصعوبه، فتبدا تتجه زي ما ناس كتير بتنصح انك تعمل فيديوهات شورت. ومفيش اسهل من مشاهدات الفيديوهات الشورت، ومفيش اسهل من المشتركين اللي بيجوا من الفيديوهات الشورت. فتبدا تفرح وتحس ان قناتك بتكبر، بس بعد شويه تحس بالكارثه اللي حصلت. فجاه كده تحس ان الفيديوهات الطويله بتاعتك الريتش بتاعها قل، مش المشاهدات اللي قلت، الريتش بتاعها او عدد مرات الظهور بتاعها هو اللي بدا يقل، وبالتبعيه طبعا المشاهدات بتبقى اقل. مع انك لما كنت لسه عامل القناه جديده ولسه منزل فيديوهات الريتش بتاعها كان اعلى بكتير. فالمنطقي ان المشتركين عندك مادام زادوا والقناه بتاعتك بدات تكبر، فالطبيعي جدا ان الريتش بتاعك يزيد ومشاهداتك تكتر. فايه اللي بيحصل؟ فجاه كده تحس ان الريتش قل ومشاهداتك بقت اقل. اللي بيحصل يا سيدي كالاتي: انت لما بتبقى عامل قناه جديده اليوتيوب ما بيبقاش عارف انت مين ولا عارف قناتك بتتكلم عن ايه، فيبدا يديك عدد مرات ظهور كبير جدا حتى من اول فيديو، لانه عايز يكتشفك، عايز يشوف الناس فعلا هتحبك. يمكن تكون اول فيديو انت منزله تبقى حاجه ترندي جدا، فالقناه ممكن تنفجر من اول فيديو، فيبدا يختبرك بعدد مرات ظهور كبير حتى من تاني او تالت فيديو. حتى لو ما جبتش مشتركين يبدا يديك عدد مرات ظهور اكبر. لكن لما يبقى عندك قاعده مشتركين وليكن مثلا بنتكلم على 50 مشترك كقناه جديده، فهنا الخوارزميات بدل ما تبدا انها تختبر الفيديو بتاعك على ناس ما تعرفكش، في حل اسهل بكتير، انها تبدا تختبر الفيديو بتاعك على المشتركين اللي عندك، الناس اللي اختارت انها تشترك في القناه بتاعتك. تبدا تعرض الفيديو قدامهم وتشوف سلوكهم هيبقى عامل ازاي. والله لو المشتركين بتوعك اتفرجوا على الفيديو وبقى فيه تفاعل، يبدا يقترح الفيديو بتاعك ويطلعه للناس الغريبه. لكن المشكله بقى ان المشتركين اللي انت بتجيبهم بسهوله من الفيديوهات الشورتس، الناس دي اصلا مش مهتمه الا بالمحتوى القصير. خلينا نقول مثلا انت عندك 50 مشترك، الطبيعي جدا الخوارزميات بتبقى عامله حسابها ان نقول مثلا 20 واحد من المشتركين دول المود بتاعهم مش جايبهم يتفرجوا على الفيديو بتاعك دلوقتي. حتى لو هو حابب المحتوى بتاعك، طبيعي ممكن مزاجه مش جايبه دلوقتي يخش يتفرج عليه. فالخوارزميات بتبقى عامله حسابها ان من ال 50 مشترك اكيد في 20 كده مش هيتفرجوا. طب نيجي بقى لل 30 مشترك التانيين، الخوارزميات بتبقى عامله حسابها ان 20 منهم هيتفرجوا على الاقل على نص الفيديو، وال10 التانيين هيتفرجوا على الفيديو كله. ده المنطقي للخوارزميات. طيب حضرتك بقى جايب مشتركين كتير من الفيديوهات الشورتس، الناس دي بطبيعتها مش بتحب المحتوى الطويل، هما بيفتحوا اليوتيوب وبيخشوا على الشورتس على طول. فلما يبداوا يخشوا على اليوتيوب ويظهر قدامهم الفيديو بتاعك كده اتحسبت مره ظهور، بس طبعا مش هيخشوا على الفيديو، هيخشوا على فيديوهات الشورتس على طول. هنا بقى في عدد كبير من المشتركين اللي انت جايبهم من الشورتس مش بيتفرجوا على الفيديو بالرغم من انه ظهر قدامهم. ده بالاضافه لل20 مشترك اللي انا قلت لك ان مزاجهم دلوقتي مش جايبهم يتفرجوا على المحتوى بتاعك. كده بقى عدد المشتركين كبير اللي بيظهر قدامهم الفيديو بتاعك ما بيتفرجوش عليه. فهنا بقى توصل اشاره للخوارزميات، الناس المشتركه عندك مش حابه اصلا الفيديو بتاعك، فايه المبرر ان الخوارزميات توصل الفيديو بتاعك لناس تانية غريبه؟ وهو ده سبب ان الفيديوهات بتاعتك فجاه الريتش بتاعها يقل. اجابه مختصره، الفيديوهات الشورتس ممكن تاثر على مشاهداتك والريتش بتاعك في القناه. طب امتى بقى المحتوى الشورتس يخدم قناتك بجد؟ ده في حالتين بس. اول حاله، انت عندك قاعده مشتركين كبيره اصلا من قبل ما تبدا المحتوى الشورتس بتاعك، فانت لما هتنزل فيديو طويل كده كده عندك مشتركين هيفتحوا الفيديو، فانت هنا مش هتحس باي ضرر. تاني حاله، في بعض المحتويات فعلا الفيديو الشورت ممكن يخدم قناتها، وده في الغالب بيبقى المحتوى الترفيهي، لان انا جات لي كومنتات بيقول لي ان فيديوهات الشورتس فعلا خدمت قناته، ولما دخلت على قناته لقيت المحتوى الى حد ما ترفيهي شويه، اللي هي الفيديوهات اللي بيبقى دمها خفيف اللي الناس بتقعد عليها وقت طويل من غير ما تحس بملل. فهنا المشترك اللي جالك من الفيديو الشورت ما عندوش اي مشكله خالص لما يلاقي لك فيديو طويل يخش يتفرج عليه، ودي بتبقى في حالات استثنائيه قوي. بالنسبه بقى القناه بتاعتي اللي هو المحتوى اللي ممكن يميل شويه للمحتوى التعليمي او المحتوى التقني، جربت اعمل فيديوهات شورتس، والفيديوهات دي كلها انا خافتها من القناه لانها كانت السبب ان الريتش بتاعي يموت. زي ما تقول كده الخوارزميات بتكره المحتوى التعليمي. مجرد ما انزل الفيديو الشورت من هنا اتفاجئ ان الفيديوهات الطويله بيجي عليها مشاهدات فجاه وقفت، وقعدت بالاسبوعين مفيش ولا مشاهده بتيجي عليهم، كانهم مش متشافين اصلا من الخوارزميات. اكبر مثال على كده قناه ناجحه جدا وكلنا بنحبها، قناه دروس اونلاين
للباشمهندس احمد ابو زيد. كان بيبدا ينزل فيديوهات شورتس على القناه الرئيسيه بتاعته، وفجاه حس انها اثرت على قناته، فاتجه انه يعمل قناه جديده اسمها دروس اونلاين شورتس، قناه منفصله للفيديوهات الشورتس، لان قناته تعليميه من الدرجه الاولى، وبدا يحس فعلا بالتاثير السلبي على قناته. طيب خلينا نعمل كده تجربه مع بعض على القناه بتاعتي. القناه بتاعتي زي ما قلت لكم قبل كده انا مش باقي عليها، فخلينا نجرب في القناه بتاعتي. انا هنزل فيديو شورت وهيكون قدامكم لمده يومين، وهعمل لكم فيديو تاني بعد كده هوريكم تاثير الفيديو الشورت اللي انا نزلته ده على الريتش بتاعي والارقام بتاعته في التحليلات عامله ازاي. هوريكم احصائيات قناتي قبل الفيديو وبعد الفيديو، وده هيكون دليل قاطع على كلامي. بس عشان اعمل التجربه دي بقى اعمل اللايك والاشتراك، وما تنساش الكومنت اللي تدعمني فيه. سلام.